أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. بسبب طلب بعض الإخوة الذين آمنوا واهتدوا إلى الحق وتشيعوا ووالوا محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم وتبرأوا من أعدائهم، طلب هؤلاء الإخوة منا أن نبين لهم كيفية الوضوء وأداء الصلاة، وذلك لأنهم دخلوا التشيع للتو ولا يعلمون كيف يؤدون هذه العبادة المهمة التي هي عمود الدين طبقا لفقه آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن هذا الباب نحن في هذه الرسالة المرئية المختصرة نحاول أن نبين بعضا من أحكام الصلاة وشرائط وكيفية الوضوء بقدر ما يتسع له المجال، ولكننا ننبه إلى أمر، وهو أن للأحكام الشرعية ومن بينها الوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج وما إلى ذلك كتب مفصلة ينبغي للإنسان المسلم المكلف الرجوع إليها، كل حسب مرجع تقليده. هذه الكتب يطلق عليها الرسائل العملية، أي الرسالة التي يكتبها مرجع التقليد وفيها ما يعمله المكلف ممن يقلده من وظائف، أحكام، عبادات، معاملات وما إلى ذلك. فينبغي لكل واحد من هؤلاء الإخوة المؤمنين الذين نهنيهم على ركوب سفينة النجاة وموالاة النبي الأعظم وعترته الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ينبغي لهم أن يطالعوا الرسالة العملية للسيد المرجع دام ظله المعنونة بعنوان المسائل الإسلامية، ومحاولة التفقه واستيعاب هذه الأحكام. أما نحن في هذا المختصر فنبين بشكل سريع كيفية الوضوء وكيفية الصلاة ونؤديهما عمليا، عسى أن ينفع الله تبارك وتعالى بذلك هؤلاء الإخوة ويتعلمون هذا العمل المهم. بضع معلومات أو ملاحظات. الملاحظة الأولى: كيفية الوضوء تختلف أيها الإخوة عندنا عن باقي المذاهب المنحرفة. وضوءنا يختلف عن وضوء المخالفين، وصلاتنا تختلف عن صلاة المخالفين، وهذا إن شاء الله سنبينه بشكل عملي. ولكن بالنسبة إلى الصلاة ننبه إلى أن أوقات الصلاة أيضا مختلفة إجمالا، تتباين عن أوقات الصلاة التي لدى المخالفين. فنحن مثلا لا نصلي المغرب إلا مع دخول الليل، ودخول الليل يتحقق بزوال الحمرة المشرقية عن قامة رأس الإنسان مثلا. أما المخالفون فإنهم يشرعون بصلاة المغرب بمجرد غياب القرص. طبعا كل هذه الأحكام لها مبانيها الفقهية واستدلالاتها من الكتاب من السنة المطهرة، ولكن لا مجال لعرض
هذه الاستدلالات، إنما نكتفي ببيان الفوارق. فتوصيتنا للإخوة المتشيعين الجدد ألا يشرعوا بالصلوات مع أذان المخالفين، يعني خصوصا بعض الإخوة الذين يعيشون مثلا في بعض الديار أو البلاد التي لا يتواجد فيها الشيعة بشكل مكثف، أو ليس للشيعة مثلا فيها مسجد، كما هو الحال مثلا في الأردن مثلا أو مصر مثلا أو غيرها من البلاد الظالمة التي تمنع شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من بناء المساجد والمراكز الدينية وما إلى ذلك. فهؤلاء بالفعل يقعون في حيرة أنهم قد تشيعوا ولا يعلمون متى دخل وقت الصلاة. توصيتنا لهؤلاء الإخوة المؤمنين ثبتهم الله تعالى على المنهاج والصراط المستقيم ألا يشرعوا بأية صلاة إلا بعد نحو ربع ساعة إلى ثلث ساعة من أذان المخالفين. يعني إذا أذنوا أذان الفجر لا تبدأ بأذان الفجر وأنت في بلدك إلا بعد نحو ربع ساعة إلى ثلث ساعة تقريبا. كذلك الحال بالنسبة إلى سائر الصلوات وخصوصا صلاة المغرب. أما بالنسبة إلى الجمع بين الصلاتين أي صلاتي الظهرين والعشاءين فهذا جائز حتى من غير سفر ولا مطر، وتدل عليه فضلا عن النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نصوص أيضا وردت في مصادر المخالفين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله كما ورد مضمونه في صحاحهم صلى بالناس جمعا الظهرين أو العشاءين، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. ولما سئل عن ذلك قيل أو سئل عن ذلك قيل في الجواب أنه أراد أن لا يحرج على أمته. الحكم هو أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين، التفريق أفضل بين الصلاتين إذا ما فصل بينهما بالنوافل. الركعات يعني مثلا ما بعد صلاة الظهر يصلي نوافل صلاة العصر 8 ركعات، فبالتالي يفرق بين الصلاتين في هذه الحالة. أما إذا لم يكن يريد أن يصلي النوافل اليومية إلى جانب الفرائض، أي أنه أراد أن يكتفي فقط بالفرائض، فالأولى والأفضل له أن يجمع بين الصلاتين، فإن وقت صلاة العصر مثلا يبدأ بمجرد الانتهاء من صلاة الظهر. أما هذا الأذان الذي عند المخالفين الذي يسمى أذان العصر مثلا فهذا محمول على وقت الفضيلة، وقت فضيلة العصر إذا ما سبقت بالنوافل أو فصل بينها وبين أختها الظهر بالنوافل. وكذلك الحال بالنسبة إلى المغرب والعشاء، فينبغي الالتفات إلى هذا الأمر. طيب نفرض أن إنسانا يريد الآن أن يصلي الصلاتين تفريقا بلا نوافل، هل هذا جائز أم غير جائز؟ نعم هذا يجوز. مسألة أخرى الصلاة خلف المخالفين، لا تجوز الصلاة خلف المخالفين. فيا أيها الإخوة الذين انتقلوا بحمد الله تعالى من مذهب المخالفين إلى ولاية آل محمد عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز لكم بعد اليوم أن تشتركوا في جماعاتهم في مساجدهم وتصلون خلفهم، لأنه من الشرائط عندنا أن لا تكون الصلاة إلا خلف العادل، وهذا يقتضي أن يكون الإمام شيعيا 12 مؤمنا، أي أنه مسلم حقا. وعلاوة على هذا يجب أن يكون عادلا، أي بمعنى أن يكون ممتنعا عن المحرمات ومواظبا على أداء الواجبات.
فإنه لا يكفي فقط أن تصلي خلف أي شيعي، حتى الشيعي العادي لا تتمكن أن تصلي خلفه إلا أن تحرز أنه عادل. ولذلك نحن لا نصلي كما يفعل المخالفون خلف كل بر وفاجر، خلف كل إنسان، لا، وإنما هذه صلاة وعمود الدين وهي أس العبادات. فينبغي لنا أن نلتفت من الذي نقلده ديننا ومن الذي نأتم به في صلواتنا الجماعية. لعل البعض يقول بأنه هنالك فتاوى هنا وهناك تبيح الصلاة خلف المخالفين. نقول إن هذه الفتاوى صدرت من غير ذي أهلية، من أولئك الممالئين للمخالفين ومن أشبه. وردت روايات أن الصلاة خلفهم جائزة، بل مستحبة في بعض الفروض، بل أن الصلاة خلف الإمام منهم تعادل الصلاة أو تعدل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأخبار وهذه الروايات، التفتوا جيدا، كلها وردت في باب التقية، أي أنه إذا اضطررت إلى ذلك، يعني كان على رقبتك السيف ولم تكن تتمكن إلا أن تؤدي الصلاة خلفهم، وإلا قتلوك أو سجنوك أو ظلموك واضطهدوك، فحين ذاك إذا صليت خلفهم فصلاتك جائزة وتعادل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كله من باب التقية، أي من باب الاضطرار، أنت مقهور، أنت مكره على ذلك، مجبور على ذلك. وإلا وردت روايات كثيرة أخرى عن أئمتنا عليهم السلام تحرم الصلاة خلف المخالفين، بل خلف الذي يقول إني أؤمن بإمامة علي صلوات الله عليه من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أحب إلي ممن خالفه، لكني لا أتبرأ من أعدائه. هنا أجاب الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المعتبر: هذا مخلط وهو عدو، فلا تصلي وراءه ولا كرامة. إذن لا يجوز أن يصلي الإنسان المؤمن خلف المخالف، ولا أن يشترك في جماعاتهم، ولا أن يصلي الجمعة معهم. وكحكم إجمالي أيضا في عصور الغيبة، وعصرنا هذا من عصور الغيبة، حيث ننتظر جميعا ظهور الإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. في مثل هذا العصر لا تصلى صلاة الجماعة إلا صلاة الجمعة إلا أن تتبع بصلاة الظهر على الأحوط، وذلك لأنه شرط من شرائط إقامة صلاة الجمعة حضور الإمام أو السلطان العادل، وحيث أنه لا سلطان عادل فصلاة الجمعة ها هنا تكون على أقل الفروض مرجوحة إن لم تكن محرمة كما يقوله بعض فقهائنا العظام. فإذا ينبغي على المؤمنين، أنتم أيها الإخوة الذين تشيعتم حديثا، لا تصلوا صلاة الجمعة، وإنما صلوا صلاة الظهر بدلا عن الجمعة. إذا هم أردتم أن تصلوا الجمعة، مثلا جماعة من المتشيعين الجدد في الأردن، فيما يسمى بالسعودية، في مصر مثلا، في ليبيا، في تونس، في أي مكان، أرادوا أن يصلوا الجمعة، يجوز ذلك لأنها صلاة مندوبة، فيجوز أن يصلوا الجمعة مثلا في بيتهم، جماعة يجتمعون على ذلك بحسب شرائط صلاة الجمعة ويصلون صلاة الجمعة، ولكن هذا خلاف الاحتياط. إذا هم صلوا الجمعة فعلى الأحوط أن يصلوا بعد ذلك الظهر والعصر على ما ذكرنا. هذا من جانب. من جانب آخر، بالنسبة إلى كيفية أداء الصلاة بشكل مختصر وسريع، تتوجه صوب القبلة إلى مكة المكرمة،
تحرص أولا على أن يكون بدنك وثيابك طاهرة، يعني يجب أن تكون طاهرا، ليست عليك نجاسة والعياذ بالله. وتحرص كذلك على أن تضع في موضع سجودك ما يصح السجود عليه، يعني مثلا التربة، والتربة هي عبارة عن قطعة من التراب المجمدة. نحن عندنا حكم أيها الإخوة أنه لا يجوز السجود في الصلاة الواجبة لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول أو الملبوس. فإذا مثل هذا السجاد حيث أنه مصنوع مما يمكن أن يلبس مثلا، فهنا لا يجوز السجود عليه، وإنما ينبغي أن يسجد على الأرض. الأرض يعني التراب، يعني حجر، يعني مدر، هذه يجوز السجود عليها. أي شيء من جنس الأرض، أي شيء من جنس الأرض. فبإمكانك أن تأخذ أي شيء من جنس الأرض من عندك من البيت، أخذ مجموعة من التراب، ضعها على في موضع السجود واسجد عليها، هذا يمكن. نعم، يستحب أن يكون هذا التراب من تراب كربلاء المقدسة، لأنها أرض مقدسة، والصلاة عليها على تراب تلك الأرض المقدسة كما ورد في الروايات عن أئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم تعدل 7 صلوات وربما 70 صلاة، يعني الأجر فيها مضاعف، وإلا ليس شرطا. لماذا تجمد؟ يعني لماذا مثلا تجدونها في قوالب قد وضعت دائرية مربعة وما أشبه أو مكعبة؟ السبب أنه حتى لا تتفتت، يعني حتى لا تتفتت وتلوث أو يعني تلوث المكان أو تلوث السجاد وما أشبه ذلك، لاحظتم؟ وإلا ليس شرطا أن يكون السجود على خصوص التربة الحسينية الكربلائية المقدسة، لا، يجوز أي شيء من جنس الأرض أو مما أنبتته الأرض من غير المأكول، مما لا يؤكل أو لا يلبس، يعني مثلا ورق الأشجار، بعض أوراق الأشجار، القرطاس المتخذ من تلك الأشجار، الخشب نفسه، خشب الشجر، بشرط أن لا يكون عليه طلاء أو لون أو صبغ معين، يعني لا يكون عليه حائل. أخذ لك خشبة معينة صلي عليها، أيضا هذا لا مانع منه. فإذا المهم أن تحرص على أن يكون سجودك على ما يصح السجود عليه شرعا. قد واحد أيضا يسأل أنه لما هذا الحكم؟ نقول هذا تعبد، وقد ورد في الروايات عن صادق آل محمد صلوات الله عليهم أنه سئل هذا السؤال فأجاب ما مضمونه: لأن المأكول والملبوس معبود أهل الدنيا، أهل الدنيا إنما يعبدون هذا الذي يلبسونه ويأكلونه، يلهثون وراء هذه الأشياء، وراء هذه المباهج في الدنيا، والمباهج الدنيا أكل ولبس ونكاح وما أشبه ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يسجد في سجوده وخضوعه لله تبارك وتعالى على معبود أهل الدنيا، وإنما يسجد على ما يكون فيه بالغ الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، وهو التراب مثلا أو الأرض وما إلى ذلك. هذه أيضا ملاحظة. فتبدأ بالصلاة، تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، وترفع يديك بحيال أذنيك أو بحذاء أذنيك هكذا، الله أكبر. طبعا هنا الأحكام التي أبينها أعم من الأحكام الواجبة، يعني لا تخص فقط الأحكام الواجبة في الصلاة، إني أبين الأحكام الواجبة والمستحبة في الصلاة على نحو إجمالي، يعني تلك الصلاة التي ينبغي للإنسان أن يواظب عليها ويرجو بها لقاء الله تبارك وتعالى وهو عنه راض، وعن عبادته هذه راض.
فمن المستحب أن تكبر 7 تكبيرات وتختمها أو تجعل إحداها بنية تكبيرة الإحرام، أي التي تفتتح بها الصلاة الواجبة. فلماذا طبعا تكبر 7 تكبيرات؟ الجواب: تلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه جاء بالحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهما وهو صغير السن، فأوقفه إلى جانبه حتى يعلمه الصلاة ظاهريا، فقال: الله أكبر، فلم يكبر الحسين في التكبيرة الأولى، كبر رسول الله صلى الله عليه وآله التكبيرة الثانية الله أكبر، وهكذا مضى إلى أن وصل إلى 7. التكبيرة السابعة الحسين صلوات الله عليه كبر فيها، فلذلك أصبح من المسنون المستحب أن يكبر الإنسان 7 تكبيرات. وورد أيضا في الروايات أنه مع كل تكبيرة ينكشف حجاب، لأنه بين العبد وبين الله تبارك وتعالى حجب 7 بعدد السماوات ال7، فكلما تكبرت تكبيرة كلما أزيل أو كشف حجاب من هذه الحجب، فتكون قريبا من الله تبارك وتعالى. تكبر تكبيرة الإحرام، ثم تبدأ بقولك بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة واجبة، لا كما يفعله بعض المخالفين من أنهم حينما يبدأون بالحمد لا يلفظون البسملة أو يقولونها إخفاتا، هذا باطل. اللازم أن يقولها الإنسان، أن يلفظها الإنسان، هذا هو الواجب، والمستحب المؤكد أن يلفظها جهرا حتى في الصلوات الإخفاتية. نحن نعلم أن صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء هي صلوات جهرية، ينبغي على الإنسان في الركعتين الأوليين أن يجهر بالقراءة فيهما. أما صلاة الظهر والعصر فهي صلوات إخفاتية، أي يخفض الإنسان فيها صوته ولا يجهر في القراءة في الركعتين الأوليين. لكن مع هذا في الركعتين الأوليين سواء من الظهر أو العصر اجهر بقولك بسم الله الرحمن الرحيم، فذلك من علامات المؤمن كما قاله سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تجهر بالقراءة وتجهر البسملة الشريفة التي هي أهم آية من آيات القرآن الحكيم. ثم بعد الحمد تقرأ فاتحة الكتاب، وثم بعدها تقرأ سورة كاملة لا شيئا من السورة كما يصنعه بعض المخالفين، فإنهم يكتفون بقراءة آيات فقط. هذا لا يجوز عندنا في الصلوات الواجبة، ينبغي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة سواء من السور القصار أو الطوال، الأمر بيدك. وعادة ما يقوم الإنسان بقراءة السور القصار، لكن إذا أراد هم أن يقرأ البقرة لا شيء عليه، يمكنه، ولكن بشرط أن يتم قراءة البقرة. إذا قرأ شيئا منها وركع فصلاته باطلة ولا تجوز في هذه الحال إذا كانت صلاة واجبة. أما إذا كانت نافلة، صلاة مستحبة كصلاة الليل أو النوافل اليومية وما أشبه، فيجوز له أن يكتفي بقراءة حتى آية واحدة من القرآن الحكيم. وهنا أيضا ننبه على أنه في الصلوات عموما، في الصلوات الواجبة لا يجوز للإنسان أن يقرأ من القرآن سور العزائم، أي تلك السور التي فيها سجدات واجبة لا سجدات مستحبة، مثل سورة فصلت، سورة العلق، سورة حاميم السجدة وما إليها.
فإن هذه السور إذا قرأ الإنسان منها حتى آية واحدة ولتكن البسملة الشريفة فإن صلاته تكون باطلة لا يجوز، لأن السجدة فيها واجبة ولا يمكنه أن يقطع القراءة إلى السجود ويعود مرة أخرى. فإذا تحاشوا أن تقرأوا سور العذاب، وتحاشوا أيضا أن تفعلوا هذه البدعة المجوسية التي أدخلها عمر بن الخطاب لعنه الله إلى صلاة المسلمين. فإن الصلاة على ما جاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لم يكن فيها هذا التكفير أي التكتف قبض اليدين كما يصنعه المخالفون، وإنما صلاة المجوس كانت هكذا حينما يعبدون النار وحينما يدخلون على ملوكهم كانوا هكذا يصنعون. فبعد فتح بلاد فارس جاء بعض من سبيوا وأسروا من هناك إلى المدينة المنورة ورآهم عمر على هذا النحو، فقال أمر المسلمين بأن يدخلوا هذا في صلاتهم، فصارت الصلاة التي يصليها المخالفون صلاة مجوسية وهم غافلون مع الأسف الشديد. فينبغي للإنسان المؤمن المتبع لآل محمد صلوات الله عليهم، بل يجب عليه أن لا يصلي مثل هذه الصلاة، فإن التكفير مبطل للصلاة، أي قبض اليدين أو التكتف في الصلاة هذا مبطل للصلاة، لأن تلك الصلاة التي فيها هذا الفعل هي صلاة ممجسة، أي صلاة جاءت من المجوس فيها بدعة مجوسية. ينبغي أن تكون الصلاة الإنسان وعبادات الإنسان كلها عبادات شرعية. وضوءنا أيها الإخوة يجب أن يكون وضوءا شرعيا، أي نتبع فيه فقه آل محمد صلوات الله عليهم. صلاتنا يجب أن تكون صلاة شرعية نتبع فيها فقه آل محمد صلوات الله عليهم، ولا نعدو عن فقههم إلى فقه غيرهم من المنتحلين المبطلين. ثم تركع، وفي الركوع تقول إما أن تقول سبحان الله 3 مرات، وإما أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وتتبع ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد استحبابا. وحينما تقوم تقول سمع الله لمن حمده والله أكبر، تسجد، وفي سجودك تقول هذا الذكر الواجب سبحان الله، إما سبحان الله 3 مرات، وإما سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة، هذا يكفي. والزيادة فيها فاضل 3 أو 6 أو 9. وتتمكن أن تقرأ في الركوع والسجود إلى جانب هذا الذكر الواجب، تتمكن أن تقرأ أي دعاء، أي خطاب يكون مع الله تبارك وتعالى باللغة العربية. ثم بعد ذلك تقوم وتؤدي الركعة الثانية بنحو ما أديت به الركعة الأولى، ولكن بعد انتهائك من السورة التي بعد الحمد في الركعة الثانية ترفع يديك هكذا وتضمهما وتقرأ القنوت أو تؤدي القنوت، تقنت فتدعو بما أحببت، أي دعاء. ومن المستحبات أن تدعو بما في القرآن الحكيم، مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مثلا ربنا هب لنا من لدنك رحمة، إلى آخره، أي دعاء تختاره. من المستحبات أيضا أن تدعو في قنوتك للإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه بالدعاء المشهور المعروف:
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من المستحبات أيضا أن تدعو في قنوتك، تدعو على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومن أشبه، التزاما بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله التي رواها شيخنا العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار، أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى عليا أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: أقنت عليهم يا علي، بعدما عدد أسماءهم. وهكذا ورد عن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يقنتون عليهم، يدعون عليهم، يلعنونهم في الصلاة، لأن هذا شعار أو إظهار، أنت تظهر في صلاتك الولاء والبراء، تظهر الولاية والبراءة أيضا في صلاتك. فالولاية تظهرها في قنوتك بأن تصلي على محمد وآل محمد، والبراءة بأن تلعن أعداءهم وتلعن كل الظالمين. أيها الناس، أيها المؤمنون، يا من تشيعتم بحمد الله تعالى، ادعوا على الظالمين، اقنتوا في صلواتكم على الظلمة، حكام العرب، طغاة العرب، طغاة المسلمين، من يسمون أنفسهم مسلمين، الجبابرة، الصهاينة ومن أشبه، كل من يظلم ويفسد في هذه الأرض. هذا القنوت موضعه في الركعة الثانية بعد السورة، أي بعد الحمد والسورة تقنت، ثم بعد ذلك الله أكبر وتركع. هنا أيضا لا يفوتنا أن ننبه إلى أن المخالفين عندهم أيضا بدعة أخرى في الصلاة، وهي قولهم بعد سورة الحمد آمين، يقولون آمين في الصلاة، ولا الضالين آمين. لا يجوز ذكر آمين في الصلاة، فإنه إذا ما ذكر ذلك الإنسان كان ذلك مبطلا للصلاة، والسبب أن هذه اللفظة ليست في القرآن الحكيم، وإنما هي لفظة عبرانية من لغة يهودية، ولا يجوز في الصلاة في هذا الموضع أن يقرأ الإنسان ويدخل في الصلاة ما ليس فيها من اللغات الأخرى كالعبرانية وما أشبه. فانظروا إلى ما يصنعه المخالفون مع الأسف الشديد، كيف أدخلوا في صلاتهم الأفعال اليهودية والأفعال المجوسية وما إلى ذلك، ثم يبهتون شيعة آل محمد عليهم الصلاة والسلام الذين تمسكوا بالصلاة الشرعية، فيقولون هم اليهود وهم المجوس وما إلى ذلك. الحقيقة أنها رمتني بدائها وانسلت. ثم في الركعة الثانية تتشهد بعد السجدتين، والتشهد كيفيته هي هذه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو كيفية التشهد. طبعا أنا حينما أؤدي إن شاء الله الصلاة ستلاحظون بأني أضيف الشهادة الثالثة: وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وليه وحجته. لا تلتزموا بما أفعله أنا، لأن الفتوى عند السيد المرجع دام ظله بأنه لا يجوز الإتيان بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة على الأحوط وجوبان، يعني عنده احتياط وجوبي في عدم الإتيان بهذه الشهادة المقدسة. أنا حكمي ها هنا حكم آخر أتبع فيه اجتهادا آخر. إذا كان الفقيه الذي تقلده يجيز لك أن تقول هذه الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة، فالأمر جائز بالنسبة إليك، ولكن أنتم عليكم أن تتبعوا مرجع التقليد، ماذا يقول تلتزمون بفتاواه، علما أنه الإمام الراحل السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه كان يجيز ويحكم باستحباب أو يفتي باستحباب
الإتيان بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة، وكذلك جمهرة من فقهائنا المتقدمين والمتأخرين، وفي ذلك استدلال يطول بيانه. أما الأذان والإقامة، في الأذان والإقامة فالإتيان بقول أشهد أن عليا ولي الله واجب على الأصح، وعلى هذا فتوى السيد المرجع دام ظله، فعليكم أن تأتوا بذلك. هنالك طبعا البعض ممن قد يقول لكم أيها الإخوة المتشيعين الجدد أن الإتيان بالشهادة الثالثة بنية الجزئية أنها جزء من الأذان والإقامة، هذا لا يجوز، وهذا مبطل للأذان والإقامة. لا تلتفتوا إلى هذا الكلام، وإنما الصحيح أنها جزء لا يتجزأ من الأذان والإقامة. وعدم الإتيان بها بقول أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله، أو أشهد أن أمير المؤمنين عليا وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين حجج الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عدم الإتيان بهذه الشهادة المقدسة هو الذي يخل في الواقع بالأذان والإقامة. فصول الأذان 4 مرات الله أكبر، 2 مرات الشهادة لله بالوحدانية، 2 مرات الشهادة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالرسالة، 2 مرات الشهادة لعلي عليه السلام ولأولاده المعصومين صلوات الله عليهم بالإمامة بأنهم حجج الله، 2 مرات حي على الصلاة، حي على الفلاح 2 مرات، حي على خير العمل، وهذا أيضا واجب في الأذان والإقامة. وهذه العبارة حذفها أيضا عمر بن الخطاب من جملة محدثاته وما ابتدعه في دين هذه الأمة. ثم بعد ذلك 2 مرات الله أكبر الله أكبر، ثم 2 مرات لا إله إلا الله، لا مرة واحدة كما يصنع المخالفون. أما في الإقامة فكل الفصول تكون مثنى مثنى إلا الفصل الأخير وهو لا إله إلا الله يكون 1 مرة واحدة، لا كما يصنعه المخالفون، إذ إنهم يجعلون الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 1 مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 1 مرة واحدة. هذه أيضا ليست صيغة الإقامة إلا في صورة واحدة، وهي صورة أنه لم يعد هنالك يعني أن يكون الإنسان مستعجلا لأداء الصلاة، للدخول في الصلاة، كان يكون الوقت مثلا يوشك على انقضاء وقت الصلاة، أو أنه مضطر إلى ذلك، فحين ذلك أيضا يجوز له أن يؤدي هذه الفصول ويذكرها 1 مرة واحدة، لكن الأكمل والأتم أن يذكرها 2 مرات. نعود إلى الصلاة. بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية أو الصلوات الثلاثية، أي صلاة المغرب، ففيهما في تلك الركعتين يقرأ الإنسان السبحانيات، هذا الذكر، الأذكار ال4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يمكن له أن يكتفي بذلك 1 مرة واحدة، لكن الأحوط أن يكررها 3 مرات، يعني 3 مرات يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 3 مرات يقرأها، وإخفاة ينبغي أن يقولها إخفاة. يجوز أيضا أن يعدل عن ذلك إلى قراءة سورة الحمد 1 مرة واحدة، فاتحة الكتاب إخفاة في الركعتين الأخيرتين، إخفاة، هذا أيضا ممكن. ثم بعد ذلك يبقى عندنا السلام بعد التشهد الأخير
في الركعة الرابعة. والسلام كيفيته هي هذه: بعد قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحينما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجعل وجهك باتجاه القبلة، لا تحركه إلى اليمين واليسار وتكرر العبارة مرتين، لا. إذا هم أردت أن تسلم على الملك بإمكانك أن يعني تحرك وجهك قليلا إلى جهة اليمين وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط، لا تحرك وجهك إلى جهة اليسار. هذا ما تعلمناه عن أئمتنا صلوات الله عليهم. السلام يكون بهذه الكيفية. ثم بعد ذلك من المستحب المؤكد أن تتبع الصلاة أو تعقبها، تعقب بالتكبيرات ثلاث مرات، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وترفع يديك أيضا بحيال وجهك أو بحذاء أذنيك، كما هو الحال في سائر الموارد في الصلاة التي تذكر فيها الله أكبر. كلما تقول الله أكبر يعني تنتقل من فصل إلى فصل في الصلاة، فارفع يديك بهذه الكيفية. وهنالك أيضا أذكار أخرى بعد الصلاة كلها من المستحبات مما جاءنا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم. حينما إن شاء الله نؤدي الصلاة نبينها أكثر. ننتقل الآن إن شاء الله إلى كيفية الوضوء عمليا بحول الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نبدأ بكيفية الوضوء. طبعا مع الوضوء أيضا هنالك بعض الأذكار المستحبة، فأنا إن شاء الله أقرأ هذه الأذكار لزيادة الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طبعا في البداية المضمضة، بس أنا لأنه صائم ما أتمكن أتمضمض. طبعا ماكو إشكال الإنسان في حال الصيام يتمضمض، ولكن خلاف الاحتياط خوفا من أنه يصل إلى الحلق إلى مخرج حرف الخاء، فإذا وصل يبطل الصيام. فأنتم تمضمضوا 3 مرات. المضمضة مستحبة، المضمضة مستحب. أنا أبدأ بالاستنشاق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني ريح الجنة. اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم طيبها وروحها وريحانها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بيض وجهي وتسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. شوفوا، لاحظوا أيها الإخوة، لما تتوضأ يجب أن يكون تصب الماء في غسلك لوجهك من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، هذه المنطقة، وعلى هذا الطول العرض فما دارت عليه السبابة والوسطى. شوف هذا إلى وين يوصل. هاي المنطقة كلها يجب أن يصيبها الماء. وأيضا إذا كان يعني مثلا هنا أو هنا شعر اللحية تظهر البشرة من داخله من ورائه، فأيضا يفضل أن تخلل الشعر. إذا كان لا الشعر كثيف فيكفي فقط أن تمرر الماء على اللحية نفسها، لكن إذا كان مثلا في بعض المواضع خفيفة تخلل حتى يصل الماء يلامس
البشرة. أيضا بعد ما تغسل مثلا هكذا تصنع بالنسبة لعينيك، بالنسبة للأنف، للشفتين، حتى تتيقن من أن الماء قد أصاب كل أجزاء الوجه. ثم بعد ذلك اليد اليمنى، تأخذ الماء باليد اليمنى تصبه في اليسرى استحبابا، وهكذا تبدأ. شوفوا لاحظوا، بدأت من المرفق إلى رؤوس الأصابع، لا العكس كما يصنعه المخالفون. قد واحد يقول الآن الآية الكريمة تقول إلى المرافق، فإذا نبدأ من الأسفل إلى الأعلى. الجواب هذه إلى ليست إلى الانتهاء، لأنها غير مسبوقة بمن، وإنما هي إلى الحدية، يعني لبيان الحدود، حدود المغسول. لاحظتم؟ هذا طبعا كله استدلال فقهي في محله إن شاء الله بعدين حينما تتفقهون أيها الإخوة تعلموا هذه الأمور، ولكن احرص على أنه الماء يصيب كل اليد من المرفق إلى رؤوس الأصابع، وتقرأ هذا الذكر: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. مسح الرأس. شوفوا التفتوا، لا تغسل كل شعرك وكل رأسك، لا، فقط تمسح في الربع الأول من الرأس، الربع الأول من هذا الطرف تمسح. مقدار المسح يكفي إصبع واحد، بمقدار إصبع واحد إذا تمسح يكفي، لكن الأولى والأتم والأفضل أن تمسح بمقدار 3 أصابع على الأقل، والأفضل بكل اليد، هكذا. شوفوا الرأس يكون ثابت، تمسح هكذا وتقول اللهم غشني برحمتك وبركاتك ومغفرتك ورضوانك. ثم بعد ذلك مسح الرجلين، لا غسلهما. قد واحد أيضا يقول الآية الكريمة تقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأرجلكم تكون معطوفة على غسل اليدين، غسل الوجه واليدين. الجواب لا، هنا معطوفة على محل الرؤوس، فتأخذ حكم المسح أيضا. فمسح الرجلين، لا غسل الرجلين. فهكذا تبدأ بالرجل اليمنى، تمسح أيضا من رؤوس الأصابع إلى قبتي القدمين، إلى الكعبين، هكذا. وتقول اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الأقدام. تمسح. طيب، حينما تنتهي من الوضوء تقول اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام غفرانك والجنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسح يجب أن يكون الرأس ثابتا وتمسح بيدك حتى يتحقق مسمى المسح. كذلك بالنسبة إلى الرجلين أو القدمين أيضا يكونان ثابتين، يعني تكون القدم ثابتة وتمسح باليد، لا العكس. فبإمكانك أن تثبت القدم أي مكان، على الأرض، على شيء مرتفع، على رجلك، المهم أن تكون ثابتة عرفا وأنت تمسح. الغسل مهما تأخذ من الماء بإمكانك أن تأخذ ماء جديدا وتغسل مرة، مرتين، 3، 10، ولكن بشرط أن لا تنوي غسلة ثالثة، لأن الغسلة الأولى للوجه واجبة، الغسلة الثانية مستحبة بنية الغسلة الثانية، الغسلة الثالثة حرام، لا يجوز غسل الوجه 3 مرات، فقط غسلتان. ولكن ما معنى الغسلة؟ هذا تبع للنية،
يعني بحسب ما تنوي. أما إنسان يأخذ الماء يصبه على وجهه ولو 1000 مرة لكن بنية أن هذه غسلة أولى لا إشكال في ذلك وتحتسب غسلة أولى. كذلك بالنسبة إلى اليدين. أما بالنسبة إلى الرأس والقدمان فلا يجوز أن تأخذ ماء جديدا لأن المطلوب فيها المسح كما ورد الوضوء غسلتان ومسحتان. فالمسح أي بما تبقى في يديك من النداوة من نداوة الماء تمسح على رأسك في الربع الأول وعلى ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. بهذا تكون قد أديت الوضوء بحمد الله تعالى. فننتقل إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله تقدست أسماؤه. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حقا حقا لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله تقدست أسماؤه. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة على ملة إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وآله وولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ولده عليهم السلام مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وعليه توكلت وهو أرحم الراحمين. يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء وأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما تعلم مني. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم والعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ورحمنا بهم ولعن أعداءهم. يا كريم يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن أمير المؤمنين علي وليه وحجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم ولعن أعداءهم. شكرا لله شكرا لله شكرا لله. تسبيح الزهراء صلوات الله عليها من المستحبات الأكيدة بعد أداء الصلاة 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله. ومن المستحبات المؤكدة أيضا في تعقيبات الصلاة هذا الدعاء الذي من يذكره دائما أو هذا الإقرار والشهادة
من يذكرها دائما فإنه كما يقول الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يستكمل حقيقة الإيمان، وهو أن يقول بعد كل فريضة: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. وأيضا هذا الدعاء الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يتلوه بعد كل صلاة يحشر مع الحسين بن علي صلوات الله عليهما، وهو: اللهم إني أسألك بكلماتك ومعاقد عرشك وسكان سماواتك وأرضك وأنبيائك ورسلك أن تستجيب لي، فقد رهقني من أمري عسر، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي من عسري يسرا، والعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين. أيضا من المستحبات الأكيدة، وهذه قال الإمام الصادق صلوات الله عليه أن من حقوقنا على شيعتنا أن يضعوا بعد كل فريضة أيديهم على أذقانهم ويقولوا: يا رب محمد عجل فرج آل محمد، يا رب محمد احفظ غيبة محمد، يا رب محمد انتقم لابنة محمد 3 مرات، يا رب محمد عجل فرج آل محمد، يا رب محمد احفظ غيبة محمد، يا رب محمد انتقم لابنة محمد، يا رب محمد عجل فرج آل محمد، يا رب محمد احفظ غيبة محمد، يا رب محمد انتقم لابنة محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومن المستحبات المؤكدة أيضا في تعقيبات الصلاة ما رواه شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه كان يلعن بعد كل صلاة 4 رجال، 4 من الرجال و4 من النساء، وهم: اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم، هند آكلة الأكباد وأم الحكم أخت معاوية. والتعقيبات كثيرة في الصلاة والأذكار والمستحبات في الصلاة كثيرة، واجبات الصلاة أيضا كثيرة. هنالك كتاب لشيخنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، هذا الكتاب اسمه كتاب الألفية، وفيه 1000 واجب في الصلاة، يعدد فيه 1000 واجب. الصلاة ليس فيها 10 واجبات، فيها 1000 واجب. وكذلك عنده كتاب آخر اسمه النفلية، النفلية يعني من النوافل من المستحبات، وعدد فيه 3000 مستحبين في الصلاة أو من الصلاة، فلا بأس بمراجعتهما لمن يفهم. والتفقه مهم، ومراجعة الرسالة العملية مهم جدا حتى يستوعب الإنسان أحكامه وعباداته ومعاملاته ويأتي بها طبق المأمور به شرعا. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.